بنتي عندها 13 سنة. في يوم مسكت تليفونها من وراها لقيتها اتفرجت على أفلام إباحية. أنا كنت فاكراها صغيرة فعمري ما كلمتها في الحاجات دي. ضربتها علقة موت وأنا منهارة من العياط، ومن ساعتها وأنا قرفانة حتى أبص في وشها. أعمل إيه؟ صلي على النبي يا ست الكل كده واسمعي مني. في دراسة اتعملت سنة 2022 بتقول إن 70% من البنات اللي أعمارهم من 13 ل 17 شافوا محتوى إباحي أونلاين. انتي غلطتي في حاجتين وهقولك الحل في الآخر. أول حاجة غلطتي فيها إن انتي اتعاملتي مع بنتك على إنها صغيرة لسه ومش فاهمة حاجة، فالفضول الطبيعي اللي ظهر عندها بسبب سنها تجاه الحاجات دي اضطرت تشبعه من الإنترنت. تاني حاجة واللي زودت الطين بلة إنك اتصدمتي عشان مش عاملة حساب اليوم ده، فضربتيها علقة جامدة غالبا مش هتنساها طول حياتها، وممكن تتسبب لها في أزمة نفسية نقعد كتير نعالجها منها. طب الحل إيه؟ أولا هعمل معاكي اتفاق ناس جدع، تروحي تعتذري لها على الضرب ده وتقولي لها أنا آسفة، أنا ما كنتش عارفة أسيطر على أعصابي لما شفت الحاجات دي على التليفون، وأوعدك وأقسم بالله العظيم دي هتكون آخر مرة إيديا تتمد عليكي. والحاجة التانية لو سمحتي كلميها كتير عن المشاعر، يعني إيه حب، يعني إيه مودة ورحمة، والمشاعر الجميلة اللي بتكون بين الراجل والست في إطار الزواج، وكلميها إن ربنا سبحانه وتعالى الودود اللطيف حلل لنا المشاعر والحاجات دي بضوابط شرعية من خلال الجواز، والحاجات اللي انتي شفتيها دي النظر ليها حرام، فتعالي نستغفر ربنا ونوعده إن احنا مش هنفتح الحاجات دي تاني. وآخر نقطة مهمة جدا، لازم تفتحي لها باب الأسئلة، احضنيها وقولي لها بنتي حبيبتي كبرت، حبيبتي لو عندك أي وقت أي سؤال تعالي اسأليني وأنا هرد عليكي بأمانة وصدق. فلما نعمل كده البنت من ناحية مش هتتعقد بسبب رد فعلك القاسي جدا، ومن ناحية التانية تبقى مطمنة إن عندها مصدر موثوق هيعلمها الصح من الغلط والحلال من الحرام.